كشافات لأحسن الفضائيين اللي في الهرم ينتشوك جوه ولا حاجة. ابو ام غتاتة امك، ربنا يسترها من الحشرات في الزنقه دي، الا لو عناكب فرعونيه يمكن ابقى سبايدر مان مثلا. يا نهار اسود. ايه ده؟ انا لو جالي الغضروف هيبقى بسبب الفراعنه. هو في حاجه بتترج جوه ولا انا بيتهيألي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ دي تعمل لها يجي ربع كيلو و250 في يا دين امي. اللهم صل على النبي. إيه الجمدان ده؟ ايه ده؟ هي بايظه ولا ايه اللي حصل؟ تي عن خسارة، ها قد أتى المختار. ايه ما ده؟ هذا الجسد الضيق؟ أيعقل أن يختار الله قزما؟ قسم مين يا عم انت؟ انا بحلم ولا ايه؟ اصمت أيها الطيف الهش، بوابة الأكوان على وشك الإغلاق، ولن تستطيع فتحها مرة أخرى بدون الصولجان، هل تفهم؟ بوابة ايه واكوان ايه وصولجاني؟ انت مين انت يا جدو اصلا؟ تي عن خسارة. يا عم انا مش فاهم العربي لوحدي، انت بتعقدني ليه؟ اسمي تي عن خسارة. انا خالد او حدوته، انت على حسب يعني. أنت لست بخالد، أنت طيف من أطياف المختار. برضه هيقول لي مختار؟ يا عم مختار مين يا عم؟ لو انت رامز وبتعمل فيها مقلب والكلام ده، بس انا مش مشهور. انت مين يا عم انت؟ تي يو عن عرفنا يا عم، خسارة. عرفنا. لا وقت أيها المختار، يجب أن تكون فطيبة لتجد صولجان الزمان والأكوان. ايوه الصولجان ايه ده بقى؟ انا مش فاهم حاجه. ايه الصولجان ده؟ دهب اصلي زي السلسله كده ولا فضه ولا فلس ولا ايه؟ الصولجان الذهب العظيم، بوابة الزمان والأكوان، دفنه الإله رع قبل آلاف السنين، بعد أن قضى به على كل آلهة الكون. وحد الله يا عم، اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. لا مين اللي انت بتقول عليها دي؟ بس استهدى كده بس وصلي على النبي في قلبك. أوزوريس إله الموت والبعث والعالم السفلي، إيزيس إله السحر والأمومة والحماية، وحورس الابن إله السماء والحرب، وأخيرا ست مين يا عم انت بتكلم كلب؟ ست إله الفوضى والعواصف والشر. ايوه كده يا عم، وضح الكلام. لا وقت للكلام أيها المختار، تسلح بالقلادة وقاتل أعداء حتى تجد الصولجان، حينها سيخشع لك كل مخلوق في هذا الزمان وتقضي على الهيكل المزعوم. هيكل ايه ده كمان يا عم؟ واحنا خلصنا من صولجان تقول لي هيكل؟ اذهب لكهنة طيبة وأدي الطقوس سيرشدونك إلى الصحيح. يا جدو انت رجعت تقول كلام مش مفهوم تاني. ايه ده؟ هي ضلمت كده ليه؟ يا فرعون يا جدو يا حارس الهرم، انت فين؟ هو كده مش يعني زي ما بيحصل في الافلام؟ القلادة دي هتسلح بيها ازاي؟ عايز افهم يعني. وكهنة مين وطقوس ايه؟ انا ما بشوفش الكهنة دول غير في برامج التوك شو. طيب اخيرا هوا نضيف. يا ترى الرحلة راحت فين ولا مشوا؟ واد يا خالد، انت كنت فين؟ قلبنا الدنيا عليك من بدري. معلش يا مستر انا تهت، ما انا اسف ان انا قلقتكوا عليا والله. قلقت مين عليك يا جعر انت كمان؟ انا خفت ارجع بالحمير ناقصين واحد يعملوا لي مصيبه بسببك. جاتك البلا. على الطلاق انت راجل ابني. يا ترى بقى السلسلة دي حكايتها ايه ولا هتسلح بيها ازاي بالظبط؟ اكون كنت بحلم؟ طب لو بحلم السلسلة معايا ازاي؟ يا كابتن ابو عمو. نعم يا خال، امرني. معلش يا كابتن، بس ايدك معانا لحسن العربية عطلانة. طب هو احنا التلاتة هنزق ازاي؟ مش المفروض واحد يرميلها وواحد بس يزق معاه؟ لا يا عم، دي عطلانة كهربا. في كهرباء على الناصية هناك اهو فاتح، شوفه. حوش ياض النباهة اللي نازلة تنقط منك على الاسفلت لحسن الناس تتزحلق ولا حاجة. مش شايفين احنا يعني ان في كهربائي فاتح قدامنا؟ ادي اخرة اللي يمشي ورا العيال ويجيب عربية كهربا. مال الطنبيل بتاع جدك يا حمار انت. الحق ياض، دي البطاريات مالت لوحدها ازاي؟ ممكن يكون يا ابويا فيها بطارية احتياطي ولا حاجة، في اصدارات بينزل فيها بطارية احتياطي. انا طول عمري بقول برضو مفيش احسن من الكهرباء. التكنولوجيا الجديدة دي حاجة عظيمة يا اولاد. ايه ده؟ هو انا ايدي اللي عملت كده؟ واد يا خالد، انت زفت الطين، اصحى. ايه الزريبه اللي انت نايم فيها دي؟ ايه يا بابا في ايه؟ ايه ده؟ انت لابس لي سلسله؟ انت بقيت ولا ايه؟
وايه الزريبة اللي انت عايش فيها دي؟ انت بتروقش ابدا. يا بابا في ايه بس على الصبح يا بابا؟ لا كنت بقلب في الكتب بس وبالليل وراحت عليا نوم، هقوم اروقها اهو. قوم يلا روق وقوم استحمى معفن انت عشان تصلي الجمعة. الجمعة يا بابا اللي بتصحينا اصليها الساعة لسه ما جاتش 7 الصبح، حرام عليك. ايوه ما انتوا جيل بايظ مش حاسين بقيمة الوقت. ده انت يا دوبك هتنزل تجيب لنا فول وعيش وعجينة عشان امك تعمل لنا عجة، على ما نصلح انا وانت بقى المروحة والسخان ورجل الكنبة وفيشة البلكونة. وبالمرة بفكر اصب سقف الأوضة اللي على السطح، بس انجز عشان نلحق قبل الصلاة. يا لهوي، وماله يا ابويا؟ احنا نصلي الجمعة اللي بعدها بقى ان شاء الله. يكون الفراعنة قالوا لابويا حاجة وابويا عارف ان مختار؟ بس ده كل جمعة بيطلب مني حاجات سوبرمان نفسه ما يعرفش يعملها. يا رب نخلص بقى في اليوم ده. يا كابتن مش هينفع كده على فكرة، المفروض الستات في طابور والرجالة في طابور، ما ينفعش الوقفة دي خالص. جرايه وليه انت جايه تصرفي علينا حوار عشان تاخدي العيش في ساعتها وتمشي؟ مش في طابور وناس واقفة؟ ولا احنا هناكل ادوار الناس؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا أخي، هتروح من ربنا فين بس؟ والله الاشكال اللي شبهك دي يا سمنة هي اللي مبوظه البلد. هو انت لو ما تخنتش صوتك وعوجت بقك يعني هنقول اهو. زي ما بقولك كده يا علاء، الواد ده ماليش أي علاقة بيه، ده جاب الصور دي، هو اللي مهكر تليفوني. ثانية كده خليك معايا يا سمنة، يا واد يا سمنة. يا قلب سمنة، يا عيون سمنة، امور يا ست الكل، طلباتك كلها اوامر. والنبي يا سمنة جهز لي 60 رغيف على ما اجيب الفول والزبادي. 60 رغيف بس؟ ده انا جاهزلك 600 رغيف يا ابله. كنت فين يا عجينة لما كنا خبازين؟ يعني لا بطل الغيرة الزفت بتاعتك دي، ده سمنة ده زي اخويا الصغير. صغير؟ صغير بس يحير. بطل تلزيق بقى يا ولا، هجيب الفول والزبادي واجيلك. اعتبريهم جاهزين يا ابله. ده انا اول مره اشوف زبادي بيجيب زبادي. هاي اقف عدل يا عم انت ويا، مش عايزين نوش، ده محل اكل عيش. صدق ده سمنه انت ايه؟ انت اتجننت ياض ولا ايه؟ ده انت ياض اللي لايص لحس دماغك وعايز حد يظبطك. ياض ما لو بالحقن والنفخ كان الفيل بقى ملك الغابه. انا اوريك الصغير اللي بيحير دلوقتي. مش كده يا معلم خالد، ما يصحش الفرن والناس بتتفرج. عارف يا دي يا سمنة لو ما بطلت تاني انا عامل فيك ايه؟ حقك عليا يا عم حدوته، خلاص والله العظيم. هو فين الواد ده؟ بقاله ساعتين بيجيب فطار، يا رب يكون كويس. بابا يا بابا انا جيت، معلش بقى اتأخرت عليك بس حصل حتة حوار يا لهوي. حوار ايه يا ابني؟ خير طمني. وبعدين فين الاكل؟ انت بقالك ساعتين متأخر ومعادنا مستنينك وفي الاخر جاي ايدك فاضية. معلش يا بابا يا حبيبي حقك عليا والله، بس غصب عني اتخانقت بره مع الواد سمنة بتاع الفرن ومسكته وضربته، والناس قعدوا يصالحون على بعض بعديها وعملوا لنا قعدة كده وضيعوا وقت. سمنة؟ ما لقيتش الا سمنة ببلطجي وتعمل لنا مشاكل معاه؟ انت اتجننت يا ابني؟ ما تخافش يا بابا، ده انا مسكته طحنته اقسم بالله. بص خليته فرجة للي يسوى واللي ما يسواش. هو لو راجل يجي تاني وانا اعرفه تمامه ايه. ما انا مخلف بلطجي سايب لي المذاكره وسايب لي الحاجات اللي عليك وقاعد تتخانق لي في الشارع مع خلق الله. وفين الفطار اللي انا بعتك تجيبه؟ هو انا منزلك تجيب فطار ولا منزلك تتخانق؟ مش اولى تركز في المذاكره بدل قله الادب بتاعتك دي؟ يوه اقسم بالله ما انا قاعد لك فيها. غور يا اخويا في ده، يا غور كتك البلا في منظرك. زي ما قلتلك كده يا استاذه صباح، طلبات عمر كلها مجابه، ما تقلقيش عليه في المدرسه طول ما انا الناظر. انا عارفة كويس قوي انك راجل محترم وبتعامل عمر زي ابنك، وكنت عايزة اشكرك جدا والله يا استاذة صباح. لا شكر على واجب، بس لو مصممة تشكريني تعالي المدرسة بعد الساعة 4 يكونوا المدرسين والفراشين مشيوا. قفشتك تعمل ايه يا بابا لئيم انت؟ انا مش قلت لك يا حيوان انت ما تخضنيش كده تاني؟ وبعدين ايه قفشتك دي؟ قليل الادب انت. اتفضل غور على اوضتك. ايه يا بابا يا حبيبي مالك؟ انت مبلبع حباك جراءة ولا ايه؟ ولا تحب ننده ماما نحكي لها عن الحوار؟ ولا انت فاكر اللي فات مات يا لئيم انت ولا ايه؟ يا ابني خلاص بقى يا ابني، مش ماما كده. بقولك يا ماما. ما خلاص بقى بسكوتة يا ابني.
يعني انا كان نفسي يبقى معايا ولد سند ليا، يجيلي ولد يذلني ويقطم ظهري. وانت عايز نطلع ذرية صالحة ازاي يعني يا بابا يا حبيبي، لما انت بنفسك انا قافشك نازل من عند الشغالة بالليل؟ مش ده الروف يا ابويا اللي انت مانعني اطلعه طول ما الشغالة موجودة في البيت؟ يا ابني انت فاهم الموضوع غلط، ده انا كنت بشوفها لو محتاجة حاجة بس ولا ناقصها حاجة فوق، الجو كان ساقعة. اللي انت ما تعرفوش بقى يا حاج نظمي يا سيادة الناظر، ان انا كنت مبيت شردة قبلها بيوم تحت السرير وسجل لي كل حاجة بأمارة التكييف السخن والساقع. ها عيب على سنك والله، امال سبت ليه المراهقين اللي زيي؟ يا بسكوتة يا بسكوتة خلاص بقى، امك خرجت من الحمام وزمانها جايه. بسكوتة في ايه؟ كده طب هات 1000 جنيه بقى عشان المدرسة عاملة مجاميع واللي مش هيحضرها مش هياخد أعمال سنة السنة دي. يا ابني مجاميعي ومدرستي ايه؟ انا الناظر والمدرسة ما فيهاش مجاميع اصلا. كده طب عشان انت الناظر بقى خليهم 2000 جنيه. ما هو مش معقول ابن الناظر يدفع زيه زي بقية الطلبة ولا ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. امسك حر ونار في جتتك. ايوه كده، عالم ما بتجيش غير بالعين الحمراء، جيل السبعينات انتوا بتوع المراهقة المتأخرة. ايه يا سي نظمي صوتكوا عالي يعني، الواد ده ضايقك ولا ايه؟ يا ماما عمال اقول له هات 400 جنيه اخرج مع صحابي نلعب كارتنج مش راضي يديني، واصحابي كلهم رايحين، ما ينفعش انا اللي ما اروحش يعني. وبعدين يا ماما انا زهقت من المذاكرة بقى، بقالي كتير بذاكر كل شوية مذاكرة. معلش بقى يا سي نظمي خليها عليا المرة دي، اديله 400 جنيه ما تكسرش بنفس الواد، حرام عليك. ايه؟ لا الكارتنج دي غلط وممكن يعمل حادثة ولا حاجة، مش ناقصة. يعني ايه الكارتنج بس اللي غلط يا بابا؟ ما في حاجات كتير غلط وبتتعمل عادي ولا ايه اقول؟ انت قلت كارتنج ولا بوكسنج؟ انا سمعتها بوكسنج. لا طالما كارتنج خد 400 جنيه يا حبيب قلبي. هات 300 يا بابا كمان معلش. ليه يا عم كده؟ حرام كده كتير، حرام. يا بابا مش لسه في مواصلات وفي اكل وهنشتري سندوتشات، افرض جابوا حاجه وانا معيش فلوس يعني ما اجيبش زيهم ولا ايه؟ خلاص بقى يا نظمي ادي الواد، ما تكسرش بنفسه وسط اصحابه، ده ابننا الوحيد. امسك حر ونار في جتتك. ما كمل اول يا حاج، هي لازم هي اللي تقولك يعني؟ علم تخاف ما تختشيش. ما تتعبنيش بقى وانا اخلص من ابوك تيجي لي انت، بطل قرص. قرص يا جد؟ انا ما بقرصش والله. وحياة امك ما بتقرصش، امال لو بتقرص ده انت اي رقم بتحتاجه بيجي لك على طول، يا ريتها تيجي عند الدش بس. مش عارف والله يا جد، انا ملاحظ برضه ممكن يكون الموضوع ده ليه علاقه بالسلسله. سلسلتي ايه يا ابني؟ ده ليه علاقه بالظهر؟ ده انت شكل امك ده عيالك النهارده. لا يا جد، حوار السلسله الخارقه اللي انا حكيت لك عليها الصبح بعد الصلاه دي انت نسيت ولا ايه؟ السلسله الخارقه؟ انا قلت انت خلاص بقى كنت بتهزر ولا حاجه وخلاص. يا ابني انت مصمم على اللي انت بتقوله ده؟ مفيش الكلام ده يا حبيبي. يا جدو مفيش ازاي؟ ما انا لابسها قدامك اهو، السلسله دي خارقه والله. ده انا مسكت الواد سمنه النهارده اكلته حته علقه، الشارع كله ما كانش مصدق، فاكرين الخناقه ايه اي؟ وبالنسبه للخناقه بتاعت ابوك اللي انت سبت البيت وجيت لي على هنا، دي خناقه اي برضه ولا بجد؟ يا جدو ما بيسمعنيش ولا بيسيبني اعبر عن اي حاجه خالص، على طول كابتني كده وعلى طول بيزعق لي، انا تعبت خلاص. يا ابني ما هو ابوك وبيخاف على مصلحتك وبيحبك، لازم يعمل كده طبعا عشان خايف عليك مش اكتر. يا جدو هو انا عيل؟ ايه اللي خايف عليا؟ ده انا كبرت خلاص. يا ابني هو في حد بيكبر على ابوه وامه؟ هيفضلوا شايفينك عيل صغير لحد اخر يوم في عمركم، مش هتكبر عليهم ابدا انت. يا جدو ما انا زهقت خلاص يعني، انا مش عيل صغير، انا مالي هم شايفيني ايه؟ انا دلوقتي مش عيل صغير، بقول لك انا بقيت راجل خارق. راجل خارق، عارف يعني ايه يا جدو راجل خارق؟ وانت برضه لسه مصمم على الهبل اللي انت بتقوله ده؟ انت دلوقتي اثبتت لي انك عيل صغير فعلا، وهتبقى عيل صغير اكتر وهتسقط من عيني لو ما روحتش البيت دلوقتي. انت زهقت مني يا جدو ولا ايه؟ لو عايز نمشي قول لي على فكره وهمشي على طول من غير اي حاجه، بس انا مش هروح. يا ابني انا عمري ما ازهق منك، انا طول عمري بقول حدوته ده ابني مش حفيدي، انا اشيلك العمر كله يا حبيبي، بس انت مالكش حد غير ابوك وامك، هم اللي باقيين لك، هم خايفين على مصلحتك، ما تزعلهمش. ولا تقل لهما اف وايه؟ ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. عارف والله يا جدو، بس هم تعبوني قوي بصراحه. ما يتعبوك يا ابني، فيها ايه؟ مش ابوك وامك ده هم اللي جايبينك الدنيا دي، يعني انت ملكهم بتاعهم، تسمع كلامهم لحد ما يموتوا وتنفذ اوامرهم، طالما ما بيطلبوش منك حاجه حرام ما تحسسهمش حتى ان انت متضايق وانت بتنفذ اوامرهم، ده اللي ربنا امرنا بيه، فاهم يا ابني ولا لا؟ حاضر يا جدو، انت عارف انك حبيبي وما بقدرش ارفض لك طلب ابدا. من عينيا حاضر، انا مروح. وانا من عندي يا عم هتصل لك بابوك وامك ههزقهم لك، هقول لهم عارف لو زعلتوا ابني تاني انا هبهدلكوا، ما تقلقش. ربنا يخليك ليا يا جدو وما يحرمنيش منك ابدا يا رب. ايه ده بقى؟ والشارع ماله عامل كده ليه؟ انا حاسس ان انا داخل فيلم زومبي ولا جن ازرق حتى، وانا بيهمني ده انا بقيت المختار. قديمه قوي المختار دي، اسميها بيراميد زمان ولا سوبر حدوته؟ هبقى افكر. معاك دقيقة شبح بعد اذنك بالله عليك، عشان واحد صاحبي مستنيه من بدري ومش عايز يرد عليا. ايه يا عم خضتني؟ لا معيش رصيد والله معيش رصيد. يا اخويا قلبك خفيف كده ليه؟ بقولك عايز دقيقة خليك شواف، عيب. طب الساعة كام حتى؟ قولي الساعة كام وخلاص. طلع تليفونك كده.
بقول لك يا شبح، انت شغل الساعه كام وهاديه والكلام ده يدم خلاص، ما بقاش يا في منه، معلم، ما يتعملش معاك طب العمرانيه. يا بشلة الواد ده مزرجم معاك ولا ايه؟ ولا اي زرجانه يا معلم، انا بس لقيته بيحلو وقلت اعرفه تمامه. انا معيش حاجه، وخلي بالكم انا خارق، انا خارق والله العظيم. اسالوا عليا الواد سمنه عندنا في المنطقه، هزعلكم والمصحف. خارق؟ اي ويا ترى بقى مين اللي خرقك يو؟ والله العظيم خارق، انا هحور عليكم ليه؟ والله خارق. حتى بص استنى كده. بقول لك يو، انا دماغي متكلفه ومش فايقلك، فتش نفسك لشلفة وش امك وبروح احزق بعيد مش ناقصه. يا استاذ كباكا عيب يا استاذ كباكا، ده انا ابن منطقتك حتى، واعتبرني بهزر معاك يعني، ما تعملش معايا كده، ما يصحش. بقول لك يو، بلا ابن منطقتي بلا ابن جيتي، ده محل اكل عيش، فتش نفسك من سكات عشان على الحرام من دينا قطع وش ميتين امك. لا يا عم، وعلى ايه؟ ادي ام التليفون اهو، مش عايزه، حلال عليه. ما كمل اول يا فرفور، بدل ما انت فصلت لنا النفسين اللي ضاربينهم. ما تجيش مع عمك بشلة تاني. يا عم حاضر والله، حلوني وانا مش هعدي من ام الشارع ده تاني. ما تنحش معايا يا ابو شفافه راولايه، اوعى.